ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده مختلف. فيديو النهارده من بنوته بتحكي. البنوته ديت اتقدم لها عريس. العريس مواصفاته كويسه وكل حاجه. العريس دوت راح لمامتها على اساس ان هو يتقدم لها. وراح لمامتها ليه؟ لان هي وباباها ومامتها الاتنين منفصلين. فهو راح لوالدتها. والدتها قعدت معاه وكل حاجة. هو شاب محترم وما فيهوش اي حاجة خالص. ولكن البنت اتفاجئت ان الام رفضته. فهي استغربت، يعني هي ليه رفضته؟ فسألتها ايه سبب يعني ان انتي ترفضيه؟ إيه، هو ما فيهوش حاجة خالص وبيحبني وعايزني وعارف عني كل حاجة. فيعني إيه المشكلة في ان هو يجي ويتقدم ونشوف الدنيا؟ قالت لها لا. إيه، انا مش مرتاحه له وحاسه ان هو مش كويس. قالت لها طيب، ما هي فتره الخطوبه ديت معموله علشان انا اعرفه اكتر وهو يعرفني اكتر. إيه، لو في حاجه او في كده هتظهر. لو هو مش كويس ده هيظهر مع الوقت. فايه المشكله يعني من ان احنا يحصل خطوبه والموضوع يعني يبقى رسمي اكتر؟ قالت لها انا مش مرتاحه للموضوع دوت. وبعدين هو انت شايفة نفسك يعني انت لما هتتجوزي انا هعمل ايه؟ اخواتك لسه صغيرين واكيد انا مش هعرف اتصرف معاهم لوحدي. فهنا البنت اتصدمت. يعني هو يعني انت بترفضي او بتقبلي اصلا بناء عن ايه؟ الام ديت اصلا بعد ما والد البنت ديت هما الاتنين انفصلوا. هي اتجوزت وخلفت. والاطفال الصغيرين دول اولادها من زوجها التاني. فهي بقى مسستمة دنيتها على اساس ان البنت ديت هي تكون معاها وتساعدها في تربية اخواتها اللي هم ولادها التانيين من زوجها التاني. فالبنت بتقول انا مصدومة جدا من رد فعلها ومن الانانية اللي هي فيها. فالمهم اتكلمت معاها، يعني انت عايزه ايه؟ تخليني معاكي وما اشوفش مستقبلي وما اشوفش دنيتي وما يبقاش ليا حياه خاصه بيا ولا اي حاجه؟ قالت لها لا طبعا، بس مش دلوقتي، يكون اخواتك كبروا شويه. قالت لها اخواتي يكونوا كبروا شويه ديت انا بكبر. قالت لها ايه؟ هو ده اللي عندي وانا مش موافقه بيه ومش مرتاحه له. فالمهم البنت مرت بفتره نفسيه صعبه جدا وكانت متدمرة نفسيا جدا. البنت ديت اتصلت بوالدها. تواصلت معاه. قال لها بصراحة الموضوع دوت وحش جدا ولكن انا مش هقدر افيدك. قالت له يعني ايه مش هتقدر تفيدني؟ حصل كذا وقامت حكيها له كل الحوار. قال لها لا، هو انا مش هينفع ان انت تيجي عندي على ما تتجوزي لان مراتي طبعا مش هتوافق بحاجة زي دي. فالرد التاني بقى ده برضو صدمها اكتر. يعني هي كده لا والدتها مخلياها ان هي تكون معاها على اساس اخواتها لما يكبروا تبقى هي بقى تشوف هتعمل ايه، لان هي يعني دنيتها مش هتستسلم طول ما الاولاد الصغيرين دول لسه صغيرين. يعني هي محتاجة ان هم يكبروا اكتر. وما بين باباها اللي هو مش شايف ان هي ما تنفعش ان هي تيجي علشان خاطر مراته مش هتقبل بحاجة زي ديت وهي مش مهم، هي في داهية يعني. فالمهم البنت ما هياش عارفة تتصرف خالص، ويعني الدنيا كلها قفلت في وشها من ناحية مامتها اللي هي شايفة ان هي هتعمل لها ايه، وما بين والدها اللي هو ما ينفعش علشان خاطر ما يحصلوش مشاكل، او بمعنى اصح مراته مش هتوافق بوجودها معاهم في البيت لحد ما هي تتجوز. فالقصة ديت انا من وجهة نظري ان هي تحكي للشاب اللي هو مفروض متقدم لها دوت على كل ده. وهو لو فعلا شاريها ولو فعلا هو بيحبها ومقدرها
اكيد هيجيب اهله، هيجيب هي تتواصل مع اهل مامتها ومع اهل باباها ويجتمعوا، واهل الولد دول يجوا ويشوفوا حل في الموضوع دوت. وبكده هتوصل لحل. يعني هي لما تجيب اهل والدها وتجيب اهل مامتها والاتنين يتجمعوا واهله هو يجوا، وهو يكون مش شرط اهله، هو يكون موجود، وده يكفي هو يبقى فاهم كل الحوارات ديت ومتقبل ده طبعا. وبكده هيكون هو شاريها، ويشوفوا حل في الموضوع دوت، وان شاء الله هيوصلوا الحل والبنت تتجوز ده. ولكن هي انا شايفة انها هتبقى سلبية جدا لو وافقت بالامر الواقع واستسلمت لرأي مامتها، اللي هو لا خلاص ما ينفعش ان انتي تتجوزي دلوقتي، او هتسكت برضه عشان خاطر والدها اللي هو خايف ان مراته تزعل منه. فدوت الحل الاسلم، ان هي تحكي لاهل والدها والاهل مامتها ويوصلوا لحل كلهم مع بعض، ويكون الولد على علم بكل دوت علشان يستوعب الموقف. وهو لو تنحى عنها او ما وافقش بحاجة زي كده، يبقى هو مش فعلا بيحبها حقيقي، يعني هو مش شاريها حقيقي. فيبقى دي درس من عند ربنا ان هو ما هوش كويس. ودوت رأيي الشخصي، ولو حد عنده رأي تاني يكتبه في الكومنتات.